السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة ماسك بول. اليوم نجيب لكم أشياء حصرية وتتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري. القائمة الرسمية للطاقم الفني اليوم. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن عن الطاقم الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة بيتكوفيتش. راح نبداو هايو معنا. المدرب المساعد الأول اللي راح يكون في مساعدة بيتكوفيتش هو موراندي ديفيد. هو مدرب سويسري وكان يدرب العديد من الأندية السويسرية في البطولة السويسرية. أما المدرب الثاني اللي هو معروف مدرب سابق لغوركيف هو المدرب نبيل نغيز، غني عنكم تعريف. والمدرب الثالث راح يكون مدرب محضر بدني وهو رونغولي باولو، أيضا معروف في البطولة الإيطالية مع فريق لاتزيو والعديد من الفرق الإيطالية، وأيضا مع فريق فرنسي أولمبيك ليون، ومؤخرا كان في النصر السعودي. وأيضا المدرب الحراس اللي راح يكون برارما عز الدين وهو مدرب سابق لوفاق سطيف، وأيضا شباب قسنطينة. وراح يكون في مساعدة المدرب الحراس أيضا مرواني نسعي اللي أيضا هو مدرب جزائري وكان في الفرق الوطني المحلي. إن شاء الله هذا الطاقم الجديد راح يعطي وثبة معنوية، وإن شاء الله نحقق نتائج في المستقبل. وشكرا.